احنا طلاب صوت الميدان، احنا كنا مقدمين طلب عشان نعمل الفعاليه بتاعتنا بتاعت الانطلاقه الثانيه لطلاب صوت الميدان. في البدايه العميد رفض وما رضاش يدينا الموافقه ولا حتى الرفض، فما رضاش يدينا رد قانوني، فاحنا ضغطنا عليه عشان يدينا الرفض القانوني بورق مكتوب، فهو ابتدى يدينا تسهيلات وقال لنا هديكم الموافقه، وكتب لنا الموافقه وعملنا الفعاليه. فوجئنا بعديها ب3 ايام ان محول طالبين للتحقيق بسبب التصريح اللي احنا اخدناه. جاء بعد كده الطلاب دي راحت للتحقيق عشان تشوف ايه سبب التحقيق يعني، فالراجل بتاع الشؤون القانونيه قال لهم انا مش عارف سبب التحقيق وسيبوا رقمكم وهنتصل بيكم. رجعنا النهارده طلعنا لعميد الكليه عشان نعرف ايه سبب التحقيق، وقفلوا في وشنا الباب وصدروا لنا افراد الامن الاداري بتاعه الكليه واعتدوا على طلاب صوت الميدان، وفي دلوقتي اصابه في المستشفى. فاحنا عايزين نأكد ان احنا مكملين ضد فساد الاداره الكليه، واحنا مش هنخاف من التهديدات اللي احنا بنتعرض لها دي. احنا معروفين في الكليه ونقدر ان احنا نكمل في مكافحه فساد اداره الكليه، وخاصه عميد الكليه اشرف فراج والسكرتير الامن بتاعه اسمه ابراهيم، مش عارف اسمه ابراهيم ايه، ابراهيم طلعت. اعتدى على الطلاب وضرب طلاب من عندنا، ودلوقتي في واحد في المستشفى.